الماتش يمكن الشوط الثاني اتحسن شويه اداء الاهلي، وده طبيعي لانه الجونه لازم هينزل الشوط الثاني ما عندوش اي حذر دفاعي. تنظيمه الدفاعي الحقيقه اقل كتير جدا في الشوط الثاني غير الشوط الاول. الشوط الاول كان منظم دفاعيا وكان في تنظيم في الملعب، في وسط الملعب وفي الهجوم. الشوط الثاني طبيعي انه فرقه مغلوبه 1-0 هتبقى عايزه تتعادل، هتتخلى جزئيا عن التنظيم الدفاعي بتاعها، وده كشف الفرقه الحقيقه وخلى فيها هجمات خطره جدا على جونه في الشوط الثاني. رغم كده الحقيقه الجونه وصلت لجون الاهلي اكتر من مره، وكان في اكتر من هجمه قويه جدا، وكان ممكن جدا ان الجونه يتعادل، وكان ممكن برضو ان الاهلي يزود حصيله الاهداف بتاعته لولا انه الحقيقه سواء مروان عثمان او كاموش مهاجم الاسطوره العبقري ابو 500,000 دولار اللي الحقيقه لو انت اديته 10 انفرادات في الماتش مش هيقدر يسجل، لو اديته 100 انفراد في الماتش مش هيقدر يسجل. لازم تفضله الجون ولازم تشيل الضغوط، ما يبقاش فيها خيال للعيب او مدافع حواليه عشان بيتروش، واقل حاجه بيحصل له مشكله. فالكاموش الحقيقه بيثبت انه فساد الرياضي كبير جدا، والصفقات دي فيها عمولات اكيد، لكنه